السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلمى معكم موضوع جديد ولايف عفوا وفيديو جديد. هاد المرة هادي الموضوع ماشي جديد بزاف. الموضوع هو موضوع الحنة الخليجية واخر المستجدات الحنة المغربية وطقوسها والصورة الباهتة اللي حطوها حطتها وزارة الثقافة في اليونسكو على الحناء المغربيه التي لا ترقى الى ان تكون حناء ولا طقوس ديال العيالات جالسين فوق الزربيه شاعلين جوج ثلاثه الشمعات ديال 10 ريال. فينا هو الشمع المغربي؟ فينا هو داك الشمع؟ فينا هي الداره ديال الطرز؟ فينا هو طرز الغرزه؟ فينا هو طرز هذا النطاع؟ فينا هي التعجيزه؟ فينا هو الرباطي؟ فينا هو هادشي كامل؟ مشى في خبر كان رجعنا حنا ديزانديجين. ما يعني ما عندنا لا تراث لا ثقافه لا حاضر، غير كنحنيو بحال شنقول لكم النقاشه ديال جامع الفنات تحني الوحده احسن من داك التصويره اللي حاطينها نتوما حدا هذاك الدهاز اكثر من داك التصويره، مع احترامي لداك النساء، ولكن علاش تحطوا تصويره بحال هذه ما كتبينش لا غيشاس؟ لا قالكم حيت حقا تصويره قديمه لهذا على اساس راه حنا التنقيفه راه تطورات غير هذه من 1960 ولا 1970، ماشي كاينه ضريبه في القدم. اش غادي نقول لكم؟ خليجيين كتبوا مقال في الجريده ديالهم فواحد هذا وكيقولوا طقوس الحناء العروس الخليجيه بتصويره التنقيفه المغربيه دو اجيسكو زاد. اصحاب القنوات اللي ميعوا الموضوع وردوه بين المغرب والجزائر ما تبقاوش تشدوا غير في الجزائر الله يرحم بها الوالدين، لان شنو المعنيت ديال التراث مشروك مع الجميع، يعني عند الجزائر وتونس وليبيا ومصر وجيبوتي وطنزانيا وزنجبار وما عرفت شنو، كلهم عندهم الحق في داك التراث المغربي. التراث ديالهم ما عملوا فيه، ما خدموا فيه، ما تحاربوا عليه جدودهم. طقوس وتقاليد مخزنيه عندها علاقه بالعراقه والخصوصيه المغربيه كتمشي لاماكن اخرى. هادشي انا كنشوفه بالنسبه ليا خطر مستقبلي على البلاد المغرب. هادشي ماشي فيه اللعب. التراث والتاريخ والارض وكل شيء كلشي مترابط. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما بغيتش نزيد نتفقس، ما بغيتش نزيد نمرض انا في صحتي. الله غالب، الله يدير شي تاويل الخير. هادشي اللي كاين.